احنا عايزين نعمل ايفنت، بقينا بنحاول نقدم حاجات خدمات وحاجات اجتماعية وحاجات ترفيهية بجانب عملية الشراء. حابين نعرف الجزئية الخاصة بالبازارات والبلان بتاعت البازارات والديتيلز اللي بتبقى موجودة جوه كل بازار. احنا عندنا ديتيلز كبيرة قوي قوي، كتيرة جدا. كان اهمها والسبب الرئيسي فيها ان احنا عايزين نعمل ايفنت، بنبني ستيج، بنجيب فرق تبسط الناس، وبنجيب كمان فرقة اطفال. يعني دول اطفال بيتعلموا مع مايسترو كبير، هم يحسوا بقيمتهم وبقيمة اللي هم بيعملوه والساعات الكتير والمجهود الكبير بيبذلوه ازاي. اللي هم ييجوا عندنا يعرضوا على الستيج الفقرات بتاعتهم، الناس تقف تسقف لهم، يحسوا بقيمتهم، يحسوا ان هم قدموا فقرات حلوة، يتبسطوا. فده فاليو بنقدمها. في حاجة تانية بنقدمها ان احنا عندنا قسم خيري في المكان، تيجي جمعيات تعرض الشغل بتاعها والمبيعات اللي بيعملوها بتروح للجمعية. وفي قسم تاني ان احنا بندور على ستات المعيلة او السيدات الغير قادرة ان احنا نقدر ندخلهم وسطنا بمنتج، بس يكون منتج لائق طبعا، لان احنا لينا معايير معينة في ان احنا ننقي المنتجات بتاعتنا. كمان احنا بنعلم الاطفال، دايما احنا بيبقى عندنا قسم التبرع بالملابس، خلوا الاطفال هم اللي يجوا يتبرعوا. كمان ان انا انقل حاجات كامله للاطفال، سواء ان انا اجيب حضانه كامله بكل شغلها، ارت، تعليم حاجات يدوي، رسم على الوش، حاجات للشعر للبنات، ده بجيبه الحضانه بكل حاجاتها. بنجيب مدينه ملاهي متكامله الاولاد يلعبوا، بنجيب لهم بلاي ستيشن، بنجيب لهم فيديو جيم. فاحنا بنحاول احنا بنأمن له حاجه يستمتع بيها طول اليوم. انا عايزه اقول لك ان انا الفانز بتوعي معظمهم اطفال. عندنا بنطور شغل الستات، يعني بنشوف هي بتشتغل في ايه، نقعد نديها سيشنز، نعلمها ازاي تطور من المنتج ده وازاي يعملوا ماركتنج لنفسه. اول حاجه رمضان، بيبقى قبل رمضان، قبل العيد الفطر باسبوعين، كل مستلزمات العيد بتبقى موجوده، بيبقى بقى فايبس بتاعتها مختلفه تماما. كلنا بنلبس عبايات، لازم في دريس كود، هتلبسي عبايه هتلبسي عبايه. دي فايبس مش موجوده في بورسعيد خالص. فالايفنت ده فرصه ان احنا كنا نلبس العبايات الحلوه بتاعتنا اللي هي الثيم الرمضاني، نسمع اغاني رمضانيه حلوه لذيذه. احنا قبل العيد في ناس كتير محتاجه تعايد بحاجات جديده، فاحنا لازم بنساعدهم على ده. طبعا المنتجات اللي بتتعرض لازم برضو بنخلي بالنا ان هي تكون مناسبه لعيد الفطر. كل بازار بروح مختلفه، بسيلبريشن مختلف، الناس بتيجي عشان تتبسط. الرجاله دلوقتي عندنا بقوا زيهم زي الستات. يعني الاول كان الراجل اللي يبعت مراته وولاده، دلوقتي بقوا بيجوا يحضروا، بيجوا يتبسطوا معانا بقى، لان كمان بدأنا ندخل منتجات رجالي. حتى السكين كير بقى فيه رجالي، الفضة فيها رجالي، اللبس ان شاء الله هيدخل معانا رجالي عندنا بس قليل يعني، بس ان شاء الله نزوده. فده مهم جدا بالنسبة لنا. كمان بنكتشف الستات الحلوة بقى اللي بتعمل مثلا اكل في البيت، حلويات في البيت، بنحبهم قوي نكتشفهم وننزلهم. الستات اللي بيعملوا هاند ميد محدش عارفهم او المنتج بتاعهم مش باين ومش ظاهر، بنقعد ندور عليهم ندور عليهم لغايه ما نلاقيهم ونساعدهم ان هم يطوروا ويكبروا. والحمد لله احنا معانا في ليليز روم، احنا بدأنا السنه الخامسه، الحمد لله في ناس كتير فتحت محلات من بعد ليليز روم. بحس بفخر كبير قوي، بس احنا بنبقى اساس موجودين سبب ان الناس دي تقدر تكبر وتقدر تفتح محلات وتقدر تتوسع.